هناك من البشر من يترصد فرصة انشغالك ليقرصك مثل البعوضة ويفر دون أن تراه، فيتحدث في قفاك، وأحيانا يستعمل حتى أطفاله لأذيتك، وهو لا يعرف أنه بذا السلوك كان أحقر من بعوضة وأحقر من أردة، لأن هذا البعوض على الأقل كان يبحث عن غذائه. أما ما أتاه من سلوك أو تصرف ظنا منه أنه أعلى أو أسمى، بل أنت في أسفل السافلين. وبذا سلوك لا يمكن أن يعلو شأنك أكثر من إصبع رجل. إلى كل غدار، إلى كل خائن، إلى كل بائع وطن، إلى كل من يحاول أن يدنس شرف الشرفاء، وهو أكثرهم دنسا وأكثرهم حقارة. لا تظنن أنه بمنصبك أو بجاهك أو بمالك أو بأي شيء تمتلكه في الدنيا تستطيع أن تكون، فأنت لا شيء، مجرد كائن مادي سخيف قذر، لا تساوي شيء، فعلا لا تساوي شيء. وما نسمعه خاصة في هذه الربوع التعيسة من أشياء تحدث يندى لها الجبين حقا، ويؤرق الأنفس. وكم تكاثر في بلد البعوض وتزايد عدده، فليندثر بحق السماء، فليندثر.